السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الفيديو التاني من العيوب الشخصية اللي بتبقى منتشرة ما بيننا وما بين بعضينا. هنتكلم النهاردة عن عيب شخصي اسمه الكنترول، أو إن أنت بتفرض سياستك على الآخرين. فاسمه المفروض، أو تحت سياسة المفروض يحصل كذا، أو المفروض يحصل كذا. فبالتالي ده طبعا مش صحيح ومش دقيق، لأن بكلمة المفروض اللي أنت بتفرضها دي فأنت بتحاول تفرض سياستك أو اعتقاداتك أو مبادئك على الناس. فبالتالي انت بتبدأ تاخد جنب او تاخد موقف، والتاني بتحاول يبين، او انت بتحاول تبينه ان هو منهزم، ان هو خاطئ. فانت كده بكلامك ده وبطريقتك دي انت لغيت كيان كامل عنده معتقدات ومبادئ وافكار وطريقة تفكير وتدبير وتنفيذ كمان. بالاضافة ان احنا عندنا مشكلة مهمة جدا، المشكلة بتاعت انا قلت وانت سمعت وانا فهمت. فده طبعا بيخلق حاجة خاطئة، بتؤدي إلى المشاكل اللي بتحصل ما بين الأسرة وما بين الأصدقاء، ما بين الأزواج والزوجات. فطبعا دي مشكلة. وبالتالي مطلوب مننا ان احنا نوضح اللي احنا بنقوله، ونحاول نعبر عن اللي جوانا، ونحاول نشرح الفكرة بتاعتنا بأكتر من طريقة، بحيث ان احنا نتأكد من توصيل الرسالة او الفكرة بتاعتنا للي قدامنا بالشكل اللي احنا عايزينه، عشان لما يجي يطبق بالشكل اللي هو عمله ما نقولش ان المفروض يحصل كذا، او ان انت عايز آه، تفرض سيطرتك عليه. كلمة المفروض من العيوب الشخصية اللي هي اسمها كنترول. انت بتحاول تتحكم في الآخرين، وده طبعا غلط. وبالتالي انت معبرتش عن الرسالة بتاعتك بشكل كويس، فاللي قدامك نفذ بالطريقة اللي هو فهم بيها. فمطلوب مننا ان احنا نوضح الفكرة. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.